والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله السعودي من قناة فريلانس سكول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن إزاي نرسم النحلة دي. فيلا بينا يلا بينا. أول حاجة أنا عملت الكالر باليت دي. تمام، دي الكالر باليت عملتها. دي الألوان إن شاء الله اللي أنا هستخدمها في رسم النحلة دي. في الرسم النحلة دي إن شاء الله هرسمها بالجرافيك تابلت اللي أنا اشتريته. كنت عملت ريفيو عنه، هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت. انا دوست على حرف الان عشان دي اللي هجيب القلم. بحب ارسم بالبن، فهنحدد او خلينا بقى هنا مش قلم، خليها هنا شكل بيضاء افضل. شايف كده كويس. ممكن هنا دي نقللها شوية. تمام، هنا هنختار دي وهنيجي عند properties وهنوطي الاوبستي شوية، خليها خفيفة عشان نبص على الرسمة من ورا. نختار حرف ال A أو نختار دي على طول يعني. فأعلم على الانكر بوينت عشان أحدد الايه الرسمة بتاعتي. طيب أنا كده ظبطت الرسمة. تمام، طيب هنا برضو لأ، هنا عايز تظبط شوية تاني. بدوس على حرف ال A، بدوس على الانكر بوينت دي. كده كده اعتقد انها تمام. عشان محركش اللي اوت دي احددها واجي عند اللاير، وهي اللي اوت دي هدوس هنا. كده انا عملت لها كلوز او عملت لها قفل يعني. طيب هنا انا هختار اللون ده، ان شاء الله هيكون ده اللون بتاعي، بس هعمل كنترول زد اخليه في الاخر، اختار الالوان ده. وهنا هعمل مثلث، نختار 3 سلايدز وهنعمل مثلث كده اهو، ونحرك المثلث عادي خالص. هنصغر المثلث بحيث انه يكون الديل بتاع النحلة. نكبر شوية. وهنرجعه ورا. طيب بالنسبة للون الأسود ده، أو اللي هيكون لون أسود يعني، ممكن نختار الإليبس من كده. وأدوس كنترول ألت وأحرك. هعلم الاتنين مع بعض، وهاجي عند ويندوز هنا، هاجي عند في حاجة اسمها preference تقريبا أو باث فايندر. خلي باث فايندر هنا معايا، أخلي الشكل كده. لأ، كده. لأ، لأ. طيب خليت الباث فايندر واخترت الشكل ده.
بس انا عايز اشيل دي، ادوس عليها 2 كليك وادوس ديليت. تمام. فانا معايا الشكل ده، وهرجعه تاني ورا هنا، يبقى معايا 2، واعلم على الاتنين دول، واعلم على التالتة دي، واجي هنا عند الشيب بيلدر تول، اختار ده، اختار ده، الاتنين دول، الاتنين دول. كده المفروض اتشالت، اعلم عليها بس تشال. طب هنا متعلموش، هنا دي ادوس عليها دبل كليك، اعلم عليها تتشال، دي ادوس عليها اتشالت. بس فانا كده اخترت عملت ايه اللون الاسود او الخطوط السوداء بتاعه النحله. علم عليهم كده، دول كلهم هيكونوا باللون الاسود. خليه مثلا اسود ايه، مش اسود داكن، ولكن اسود مايل ايه للبني شويه، او خليه مايل للرمادي. تمام. هنا هرسم العينين، برضو هرسمها عن طريق الإليبس. شايف العين كده تكون مناسبة. هرسم عين واحدة وأعمل التانية منها كوبي، اختار بس اللون الأبيض، هقلل بس شوية الأوباستي علشان أشوف الخلفية اللي وراها. تمام. كبرت، عملت Alt بلس أو كنترول بلس يعني، وهنا هعمل كنترول دي، لا ثواني، هعمل شيفت دي. عملت شيفت دي عشان ارسم جوه الدايره دي او الاليبس ده. طيب انا هعمل كوبي، علمت عليه وهعمل كوبي، هعمل edit واعمل paste in ايه prompt، وهعمل alt shift واصغر. اختار اللون ده، وهعمل دايره، واختار اللون الابيض، اي اللون الابيض، وهاجي عند اللايرز، اللون ابيض المفروض يكون فوق خالص. اللون الابيض هنعمل بروبرتيز، هنزود الأوباستي بتاعته. اللون ده بفضل نخليه اسود بدل ما هو ازرق مثلا، لو خليناه مثلا اللون ده اعتقد هيكون افضل يعني. طيب كده احنا رسمنا العين، بس في حاجة ملتزوم. هنا انا شايف هنا في ستروك ابيض، ستروك ابيض. يجي هنا المفروض كده مفيش ستروك، ده مثلا، او كده هنا في ستروك ابيض، بس جاي منين ده؟ شايفين الحتة دي؟ مش شايف حاجة بيضة يعني.
شايفين الحتة دي؟ أنا شايف حاجة هنا بيضة، يعني ده ستروك أبيض، فمش عارف فين المشكلة. أقول لكم خلينا خلاص نشوفها بعدين المشكلة دي. علمنا احنا على الحجم أو الجسم بتاع النحلة، وهنختار اللون ده، ندوس اي ونختار اللون ده. ده كده شكل النحلة. وبعدين هعمل شيفت دي عشان أشيل إني أرسم هنا. وأعمل Alt. عملت إيه؟ Alt حركت، وهدوس Alt Shift. هنا أعلم أدوس Alt Shift وأصغر شوية، أعمل كده. طيب هنا في حاجة نحلة عينيها مش شايفها، مش مظبوطة شوية. احنا ممكن نعمل كده شوية، ونعمل ندوس على دي نخليها دائرية. ممكن نصغر شوية أو نكبرها كده شوية، ونعمل دي دائرية. ممكن نصغر العين الأساسية أصلا يعني، بس إنها يكون شكلها مظبوط شوية. أنا شايف شكلها مش لطيف، فاحنا لو كبر طلعناها فوق شوية كده، أعتقد في حاجة مش مظبوطة فيها. كده. طب خلينا كده واحنا نظبط البتاع اللي تحت دي. لو خليناها كده كده أعتقد هتكون مظبوطة. نكبر. بس على العين دي، ونعمل كوبي من العين دي ونصغرها شوية، مش قوي يعني. أعتقد كده كويسة. ودي هنعلم عليها دبل كليك، ونخليها هنا. نخليها زي ما كانت خلاص، بس ممكن نصغرها أكتر. أعتقد كده تمام. هنعلم على دي ونجيب الأوبستي، نقلل الأوبستي عشان نرسم البق. هنرسم البق، هندوس حرف ال N، نرسم بالقلم بالبنسل.
نظبط البق كده. البق كده اعتقد تمام. نديله لون اهو مثلا، وليكن مم، اي لون. هديله اي لون دلوقتي وبعدين هغير اللون. او مثلا خلينا لون احمر شوية. خلينا في اللون ده وأعلي الأوبستي بتاعته عشان أعرف أرسم جوه البق. عشان أرسم جوه البق هدوس شيفت دي مرتين، وأدوس حرف ال N، وأبدأ في رسم السنان. خلينا كده نشوف السنان باللون الأبيض. طبعا الأوبستي قليلة، زود الأوبستي. السنان كده خليها بالشكل ده. وطبعا النحلة مفيهاش سنان، ولكن ده رسم كرتوني فعادي يعني ممكن تعمل لها سنان. وهعمل هنا اللسان. نديله لون ده مثلا. احنا هندوس حرف الجي ونغير الجريدينت، نخليه باللون الأحمر. نخليه باللون ده. نخلي فيه سنان تاني من تحت. نختار اللون الأبيض ونظبط السنان بحيث إنها تكون عاملة شبه الفك. أنا بقول نلغي السنان اللي تحت دي خالص، شكلها مش لطيف. وندوس شيفت دي ونعلم على ده، ونيجي عند اللايرز ونخلي الأوباستي بتاعته عالية. ونيجي هنا
نغير اللون بتاعنا، لكن لو خليناه لون زي كده مثلا، نيجي عند اللير ونخليه تحت، نعلم دي بس ونخلي اللون زي كده مثلا. تمام. وبعدين هندوس على اللير دي ونخلي الأوباسيتي بتاعتها عالية كده. احنا رسمنا النحلة، ولكن لسه في تفاصيل تانية هتترسم. هنظبط البق شوية، السنان كده مش متظبطة، نعلم على الأسنان. ونخلي شكلها سموث شوية. أعتقد كده لطيفة إلى حد ما. ممكن نشيل ونشوف. ممكن نكبر. مش هتنفع. نعمل كنترول زد، كنترول زد تاني. كده نقلبها شوية هنا كده. وبعدين هنيجي برضو ندوس حرف ال N ونحاول نظبط بقدر الإمكان شكل السنان. طيب، أعتقد كده تمام. بالنسبة للسان كده تمام، خلينا سموث شوية كده. النحلة بتاعتي أوشكت على الانتهاء. هنا بعدين بالنسبة للحاجتين دول هنعملهم ازاي؟ هنعملهم برضو بالبن. نيجي فوق كده، نخلي دي سموث بس الأول. نخلي دي نوطي الأوباسيتي بتاعتها عشان نشوف بس الأماكن فين بالظبط. ندوس حرف ال N ونعمل الشكل ده. ويندوز اي ونختار اللون ده او اللون الاسود ده. اللون الاسود افضل طبعا. ويندوز ان نخلي الشكل سموث شوية. طبعا ده بالجرافيك تابلت. لو انت معكش جرافيك تابلت عادي ممكن تشتغل بالماوس، بس هيكون متعب شوية. انا في البداية خالص اتعلمت بالماوس، كان الشغل لطيف الى حد ما. كان مرهق شوية بصراحة، لكن الدنيا كويسة يعني. طيب انا عملت الشغل ده كده بالحرف ال N اللي هو اخترت N اللي هو البن، واختار الإليبس. صغيرة كده شوية، وبعدين اعملها روتيشن، كبر كده وكبر كده، وادوس على دي اجيبها هنا كده. اعتقد هنا كده اعتقد كده تمام يعني. وادوس على الاتنين واعمل هنا عند باس فايندر خليهم شكل الشيب واحد. تمام. وهاجي عند ادوس حرف N، هخلي الحتة دي سموث بس كده. وهاجي تحت هنا، خلي بالك الشكل هنا في حاجة كده معمولة إليبس
نخلي الإليبس دي أو فين اللايرز اهي، نخليها تحت شوية، تحت الشكل الرئيسي، ونخليها بلون مختلف، ونخليها بلون مختلف. واحنا اخترنا اللون ده صح؟ طيب هنخليه فاتح شوية، بص مرتين هنا، ونخليه باللون الفاتح ده. مش فاتح أوي كده يعني. اوكي، نغمق تاني شوية، خليه بالشكل ده. لا مش لطيف بصراحة، خليه بنفس اللون عادي خالص. بالنسبة للتاني هدوس على ده واعمل كنترول واحرك واصغر، ادوس الت شيفت واصغر واعمل روتيشن صغير كده. هاجي هنا واخليه ورا الشكل الرئيسي، ورا الشكل الرئيسي هعمل هنا الت حرف ج وانزل. لا مش الت ج، اجي هنا ادوس كنترول ج. انا كده بنزل تحت كده، خلاص نزلت ورا الشيب. اختار الشيب ده واعمله ايه، ازود الاوباستي بتاعته، عشان انا كنت مقلل الاوباستي، هزود الاوباستي. ده كده الشيب بتاعي، ده النحلة بتاعتي. هعمل كنترول سيف عشان اسيف بس، عشان الحاجة دي كده رسمتها في الاخر الشكل باظ، مش يعني ما تحفظ. دوست حرف ال N عشان ارسم جناح. بحاول اخليه سموث كده الجناح، واختار لون وليكن الابيض. اعلم كده، خليه نفس اللون ده، واختار ادوس كنترول سي واعمل كنترول في ان فرونت او بيست ان فرونت، وهعمل ريفلكت. اوكي، وهصغر شوية الت شيفت وتصغير، وهعمل روتيشن صغير كده، وهاجي هنا كده روتيشن تاني. شايف كده هيكون بشكل ألطف، لكن هنغير اللون شوية، هنخليه لون غامق، وهنرجع اللون ده أو اللير دي ورا الجناح الأولاني. نفتح اللون شوية، ماشي. علم على الاتنين، كبرهم شوية كده، صغر شوية، اعتقد كده لطيفة يعني. وهنا الحتة الأخيرة دي الرجل، عملتها باللون الأسود. اختار كده، بس هرجعها ورا الشيت ده.
كده انا خلصت الرسم النحلة. لو انا شلت الخلفية اللي ورا دي، الخلفية اللي ورا دي عملت لها كده، ده شكل النحلة بتاعي. اكبر، ده شكل النهائي للنحلة. وممكن اضيف لها بعض الافكتات تاني يعني. خلينا مع بعض نضيف بعض الافكتات، نصغر دي شوية. ممكن الشيب ده آه نضيف له هنا لون غامق شوية. بالشكل ده مثلا. لو علمنا على الاتنين كده وعملنا عند الشيب بيلدر تول، طبعا مفيش حاجة اسمها شيب بيلدر تول هنا خلاص. يعني مادام انت عملت الاتنين في كليب جروب، مش هتلاقي الشيب بيلدر تول. خلينا خلاص كده زي ما احنا. هنعلم على دي بس وندوس حرف الجي، نخلي الجريدينت كده شوية. ماشي كده، تاخد كويسة. ونخلي نعمل برضو كام افكت تاني. الافكت ده هنعمل كوبي ونعمل بيست. بص خلينا كوبي للايه، لل للون الابيض بس. كوبي، هنعمل هنا بيست ان باك. دي ورا الكليبنج ماسك ده، وهننزل شوية كده وهننزل شوية كده، وندوس لون اسود، اللون ده الرمادي، نعلم عليها، نمسكها كده نجيبها كده شوية. اعتقد كده ظريفة. نمسح دي، نمسك الاتنين دول، نعملهم جروب، ناخدهم كوبي، ونصغر دي شوية. لو هنا عملنا خلفية ورا دي، وخلينا الخلفية دي ورا خالص، هنعمل سين تو باك. طبعا عشان نفس اللون ده فهنغير اللون بتاع الخلفية، نخليها باللون ايه، الاصفر، بني، لأ، خليها بأنهي لون. نعمل جريدينت، نختار احنا الالوان براحتنا.
مم. اختار اللون ده مع اللون. مع اللون ده. وكده احنا رسمنا النحلة بتاعتنا. يا رب الدرس يكون فاتكم وضاف لكم حاجة جديدة. وما تنسوش طبعا تعملوا لنا السبسكرايب الجميل بتاعكم عشان تستفادوا بكل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.